رجعت لكم النهارده يا اخواتي بطريقه الفينش الجديده، طريقه تفنيش الارقام جديده يا اخواتي، شغاله بص على ارقام اساسيه وارقام فيك. يعني مش هتضطر مثلا انت تعمل حذف حساب والكلام ده كله، لا دي طريقه يا اخواتي تمام، شغاله على الارقام الاساسيه تمام والارقام الفينش تمام. يعني يا اسطى الطريقه ديت بص مضمونه 100%. انا مجربها على اكتر من رقم تمام، اكتر من رقم انا مجربها عليه، والطريقه شغاله 100% والله يا اخوات تمام. فقبل ما ابدا الشرح كدهوت يا قلب اخوك، عاوزك تركز معايا جامد لان الفيديو دوت يعني مهم. لا هيكون في باسوردات ولا هنحتاج مثلا الكلام ده كله. كل اللي احنا هنحتاجوه زد ارشيفر، عشان هسيب لك الملف اللي احنا هنحتاجه اللي هيكون فيه الادوات اللي احنا هنحتاجها. تمام. بس انا عاوزك تركز يا قلب اخوك عشان تفهم انا بعمل ايه، عشان ممكن انت تطير رقمك بالغلط، رقمك انت اللي يطير بدل ما تفنشه تطيره وخلاص وتبوظ الدنيا. فانا عاوزك تتابع من البدايه للنهايه وبس كده عشان ما تقولش عليكم. يلا بينا، انا بقى هسيب لك الملفات اللي احنا هنحتاجوها، مثلا الادوات وكده هتكون في ملف مضغوط تمام. فانت هتبدا تفك الضغط والكلام ده كله بزد ارشيفر، فلازم أن يكون عندك تمام. وهنحتاجه مثلا اي نسخة واتساب تمام. بص احنا هنحتاجه بالظبط كده يا اخواتي اكتر مثلا من نسخة واتساب تمام. فمثلا انا جبت مثلا الرقم اللي احنا هنفنشه، لازما يا اسطى الرقم اللي انت تفنشه، انا بقول لك اهو زي ما انا جربت ونفعت معايا، لازما يعني تكون حاطه في نسخة واتساب اعمال وتكون رسمية من المتجر تمام. نقول تاني، لازما يكون نسخة واتساب اعمال تمام. فانت بقى هتبدا تدخل على اي نسخه واتساب يا اسطى من اللي هي فيها العلامه دي تمام، هوريها لك انا دلوقتي تمام. اللي هي بيكون فيها اللي هو علامه القنبله دي، اللي هي التفجير، ميزه التفجير دي تمام. اللي انت مثلا لما بتضغط عليها بتبدا تبعت الحاجات اللي انت حاططها يعني تمام، والكلام ده كله تمام. فديت لازم برضو تكون في اي نسخه هي معاك تمام. وانت بقى يا اسطى هتلاقيني بسيب لك في الملف مضغوط تمام اكتر من 50 روم تمام. كلك بقى تبدا ايه تعمل طلب انضمام، رومات متفاعله شغاله، تبدا انت بقى ايه تعمل طلب انضمام بقى كده لينكات يا اسطى كتيره اهي تمام. عندك هنا رومات كلها 900 يعني، ورومات شغاله يا اسطى. لمم لك انا ايه حبه رومات كده يا قلب اخوك حلوين تمام. تبدأ بقى انت بقى ايه تنضم فيهم كلهم تمام. تنضم لك بقى بص هم 60 روم بالظبط كده. فانت لو انضميت ل 50 روم مثلا منهم وكده هيكون حلو خالص يا قلب اخوك. لو انت مثلا انضميت ل50 مثلا روم والكلام ده كله هيبقى حلو الجو. او لو انت برضه انضميت مثلا ل30 روم، اقل حاجه تنضم ل30 روم، اقل حاجه تنضم ل30 روم تمام. وتيجي برضه عندك هنا هو ايه مثلا ديت مثلا الرومات ايه تيجي تنضم فيها من الرقم اللي هو على نسخة الأعمال اللي أنت هتبدأ إيه تفنشه تمام. ده رقم أصلا فيك، فأنا هبدأ أفنشه تمام. فهتبدأ بقى أنت تيجي عندك مثلا على إيه اللي هو تبدأ بقى تعمل فولو لأكتر من قناة، تعمل لك مثلا فولو مثلا لمثلا 20 قناة برضو 30 قناة. يعني أهم حاجة بص يكون ضغط رسائل كتير على الرقم تمام. شفت انا مثلا عملت حبة قنوات اهو تمام. وبرضه هتخرج تمام وتيجي عندك على النسخة اللي هي مثلا فيها الميزة اللي احنا عاوزينها دي تمام. وتبدأ بقى تيجي عندك هنا اهوت وتظبط الاعدادات بتاعتها، وتبدأ بقى انت تمسح كل الكلام ده كله تمام، وتخليه مثلا نقطة او اي حاجة تمام. هيقول لك بقى هنا ايه اكتب عدد الرسائل اللي انت عايز تبعت كام واحدة. فانت مثلا هتكتب مثلا 50 100 كده يعني. فانت بقى الكلام ده كله هتبدأ تعمله في اكتر من نسخة يا قلب اخوك، اكتر من نسخة. يعني بمعنى اللي انت مثلا يكون معاك 3 4 نسخ فيهم برضو الكلام ده كله تمام، عشان ايه تبدأ ايه تشغلها وتشتغل معاك تمام. هو مثلا ده الرقم اللي احنا هنبدأه مثلا نفنشوه، ده الرقم بتاعي اللي هو مفتوح على نسخة الاعمال. هتبدأ انت بقى هنا ايه الشات بيجي فوق عندك تدوس بقى على العلامة اللي هي بتاعت التفجير تمام. بعد ما تظبط بقى الكلام اللي انت عايز تبعته تمام، وتبدأ بقى تبعت عندك هنا ايه انا بعت مثلا 50 تمام. فانت بقى هتبدأ بقى تبعت ايه زي ما انت عاوز يا اسطى. مثلا يعني انت يا اسطى عشان الرقم بتاعك يشد حلو في الفينش ويتظبط ماشي، تكون انت عندك اكتر من نسخة واحدة، او تجيب اللي هو التطبيق بتاع الناسخ ده، التطبيق اللي هو بينسخ نسخ الواتساب والكلام ده كله، تحمله وتنسخ بيه
فانت بقى بعد ما تبدأ تبعت وتنضم للقنوات وتنضم للجروبات وللكلام ده كله، هتبدأ تيجي عندك على الاعدادات، وبعد كده على بعد ما تيجي على الاعدادات هتيجي عندك على التخزين والبيانات، تمام. وبعد كده هتبدأ تيجي عندك على الوكيل، تمام. هتيجي عندك على الوكيل يا اسطى، وبعد كده هتيجي على اعدادات الوكيل، هتبدأ بقى تضيف ايه عندك ان هو 1.1.1.1.1 يعني 4 وحيد نقطة. وهترجع كده هتلاقيه عندك هنا ايه اتضاف، وبيقول لك غير متصل. هتلاقي عندك هنا وتتفعل المربع ده كده، هتلاقيه عندك اتقفل. فعندك كده اشتغل، بحيث ان انت لو جيت مثلا تبعت رسايل، تمام، من هنا مش هتوصل عندك على الرقم، تمام. تمام. فانت بقى ايه بعد ما تفعلها بقى ايه تتن برضو ايه تبعت. بعد ما تفعلها تتن بقى ايه قلب اخوك تبعت بقى ايه من اكتر من نسخة، اقل حاجة 5 نسخ. تبدأ بقى ايه ترمي منهم بقى كده، بعد ما تفعل بقى العلامة دي مع رسائل الرومات مع رسائل القنوات مع الكلام ده كله. وبعد كده هتسيب الرقم مفتوح في النسخة 24 ساعة، مش هتيجي يمه بعد ما تخلص. ولو انت تجربها، هو بقى هيكون ايه مش تفنش 100%، لا هيكون بقى ايه لسه ايه فينش ايه على الخفيف كده ضعيف. تبدأ بقى انت بقى ايه تجرب ارقام، لا 2 ار دي الارقام البولندية، تبدأ بقى ايه تتغير بالارقام دي. وانا برضه عم بنزل لكم برضه انا ايه بند فينش بس الفيديو الجاي، واعلمكم برضه ازاي تغيروا بالفينش، تمام. تمام. وبس كده يا اخواتي، دي بتكون نهاية شرح النهاردة، واشوفكم الفيديو الجاي على خير الله. وبس كده، لو انت مش مشترك في القناة اشترك وحط لايك.